ابو فهد على ما قال يجملها في الموقف المدني. الله يطول اعماركم. صلوا على النبي يا ربع. اول شيء نقول باسم ابو محمد الله يحيي الجميع، لا اللي تخصهم الضيفه ولا اللي جايين على داعي الضيفه. ابو محمد محب، والمحب دائما متطرف يبالغ في المدح، ولا حنا نعدي وراه وعجزنا نلحق مواصيله، لا في اكرمه ولا في مقامه ولا في علاقاته ولا في محبه الناس له. اسال الله ان الله يسعد سعاده الدارين والسامع ويرحم والدينا ووالديه، والله يحيي الجميع. والله طلب مني قصيده وانا الله يطيب حالك وبالك. يقول عمر السامعي طول الوقت فرصه. طبعا القصيده بتشرح ولا لها قصه ولا موقف لكن تشرحها. يقول الوقت فرصه ذربين النبأ والعلوم، وكل على قدر بذله خط عنها قلمه، والرابح اللي على كسب المدايح يهوم يصير فعل الطلاقه في احجاجه سمه. الله تجعل لزومي عند رجل خدوم، الله يقطعك لازم في يدينا ارخمه. بعض الرجيل ناقص يكرم السامع، بعض الرجيل ناقص لو زهتها الهدوم، لو حاول يزين فعوله بهرجة ذمه، وبعض الرجيل شروى السامع فالمواقف جزوم، ماخذ مع الطيبين من الرجال اسهمه. رجلنا اليوم من زهمته باغي لك لزوم، يفز لك يعتزي وشوش فاير دمه، ورجل اليوم من زهمته بحل وازرق يقوم بارد عزوم، وردا جده وابوها الزمه. وش فرق من لا نفع عن زاهيات الوشوم، احسن يخض بيديه ويلبد محرمه من قدم الطيب، قال الفعايل رسوم مصد عن وقفه اللازم فربي احرمه. ومن قال محتاج غيري والله انا محروم، غشاه مع ضيعته يطيب زنقفته اكتمه. ومن لن تغر من فعول الطيبين القرون، في ذمتين وجوده صار كانها اعدمه. انا اشهد ان الرجال تبين عند اللزوم يفرق ما صام للوقفه عني ارخمه. وسلامتكم يا طول العمار. طول العمار.